يا مساء الخير ويا مساء الوجع اللي ساعات بيستخبى ورا الضحكة، والحكايات اللي شكلها ورد بس ريحتها مرة زي الشوكولاتة الغامقة. النهاردة ورا الشاشة عندنا قصة ناس كتير اتكلمت عنها، قصة شيماء المذيعة اللي كانت دايما طالعة بابتسامة، ومحدش كان عارف ان بيتها في حياة تانية خالص. وده اللي اتكلم عنه بشكل آخر مسلسل ورد وشوكولاتة. شيماء كانت بتشتغل قدام الكاميرا، بتتكلم بثقة وتحاور ناس وتفتح قضايا، لكن قضيتها الحقيقية كانت قاعدة معاها في البيت. جوزها اللي كان المفروض يبقى الظهر اتحول مع الوقت العبء لغيرة وشك ولسلوك كل يوم ينقص من روحها شوية. وده اللي بيحصل في العلاقات اللي شكلها حب لكن جواها بتكون سيطرة وخوف وتعنيف غير معلن. قدام الكاميرا شيماء بابتسامة وصوت ثابت وحضور قوي، لكن ورا الكاميرا مشاكل وصوت عالي، تهديدات وخوف. الناس كانت شايفة شيماء المذيعة، بس محدش شايف شيماء الإنسانة اللي بترجع البيت وهي بتقول لنفسها هقدر أكمل النهاردة ولا لأ. والعلاقات اللي من النوع ده بيبقى فيها طرف فاكر نفسه انه مالك مش شريك. زي اي علاقة سامة الضغط بيكبر والكلام بيخلص والخناق بيبقى يومي، ومفيش تفاهم ومفيش عقل، لحد ما لحظة واحدة، لحظة غضب، لحظة فقدان العقل، هي اللي قلبت حياة شيماء وانتهت النهاية اللي محدش كان متوقعها. لحظة ما فيهاش رحمة، لحظة بتقول ان في ناس شكلهم شوكولاتة من بره لكن من جوه مر ومؤذي. عشان ببساطة القصة دي مش قصة شيماء بس، دي قصة كل ست بتحاول تبقى قوية بس محبوسة في علاقة بتاكل من عمرها، قصة كل واحدة بتضحك قدام الناس وبتبكي لوحدها، قصة كل صوت جميل اتكتم جوه بيت. والأهم إن الناس بدأت تفهم إن العنف مش لازم يسيب علامات على الجسم، العنف ساعات بيكون كلام، تحقير، تحكم أو تهديد، وبيبقى أخطر من الضرب. بعد اللي حصل لشيماء الناس اتصدمت، مش عشان الحادث نفسه لكن عشان الوش اللي اتكشف. الناس اكتشفت إن الراجل اللي كان بيظهر قدامهم بصورة العاقل كان من جوه بركان، وإن الست اللي كانوا فاكرينها قوية ومسيطرة كانت بتحارب لوحدها. الجيران اتكلموا، الصحاب بدأوا يربطوا علامات، والسوشيال ميديا بقت محكمة علنية. الناس كلها بقت بتسأل هي ليه فضلت ساكتة كل ده، مع ان السؤال الحقيقي اللي المفروض ليه كان بيقدر يخوفها للدرجات دي. كل قصة زي دي بتسيب نفس الرسالة، بس الناس لسه مش عايزة تستوعب ان الخطر مش دايما بيبان، وان الوجع ساعات بيتكتم، وان اقوى ست في الدنيا ممكن تقع لو لوحدها. العلاقة اللي فيها تهديد او تقليل او غيرة غير طبيعية وسيطرة وتحقيق وتفتيش دي مش علاقة، دي سجن. والحب اللي فيها مجرد واجهة لحد ما يحصل الانفجار. ومشكلة مجتمعات كتير انهم لسه شايفين ان الست لازم تصبر وان البيوت اسرار، وللأسف السر ساعات بيكون كارثة. تعالى بقى نشوفها بعين قناة خلف الشاشة. لو شيماء كانت بتقدم برنامج عن العنف الأسري كانت هتقول نفس الجملة اللي بنسمعها كل مرة: العنف مش دايما أول مرة، العنف بيبدأ بنبرة، بكلمة، بنظرة، ولما بتعدي بيكبر. وهو ده اللي حصل، هي سمحت وهو استغل، هي خافت وهو تشجع، لحد ما وصل للنقطة اللي ما فيهاش رجوع. في بقى ناس بتقول ده مش هيحصل ليه. يا سلام، يا ريت الحياة بالبساطة دي. الحقيقة ان ممكن اي حد يقابل شخص شكله ملاك وجواه شيطان. اي واحدة ممكن تلاقي نفسها في علاقة
بتسحب طاقتها واحدة واحدة من غير ما تحس. وأي راجل ممكن يبان هادي في الأول، بس جواه غضب بيستنى اللحظة اللي يطلع فيها. عشان كده مش مطلوب منك انك تكوني بطلة وخارقة، المطلوب بس تحسي بالخطر بدري وتطلعي قبل البيت ما يتحول لمقبرة. وفي النهاية قصة شيماء مش مجرد حكاية حزينة، دي تحذير وصرخة ورسالة من آخر الطريق، بتقول لكل واحدة لو لقيتي نفسك بتتكس امشي قبل ما تكملي. لكل واحد فاكر ان السيطرة قوة، لا يا سيدي، اللي بيعرف يحتوي هو اللي أقوى من اللي بيعرف يوجع. ولكل حد بيقول مش ممكن يحصل عندنا، بص حواليك، ده بيحصل أكتر مما تتخيل. لو عجبكم تحليل النهاردة ما تنسوش تشتركوا، عشان احنا هنا بنكشف اللي الكاميرا مش بتقوله ونحكي اللي اتدفن خلف الشاشة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعونا دايما خلف الشاشة.